السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. كما راه بيبان لكم الوصفة تاع اليوم راح تكون بإذن الله هاد البراج ولا المثقبة، كل واحد كيفاش يعيط لها. الوصفة هذه كامل نعرفوها وكامل كبرنا بها، ولكن اليوم حبيت نشارككم إضافات صغار اللي راح يخلي اللون تاعهم يجي موحد وتخلي المبرجة تاعكم تجي خفيفة بزاف. الوصفة هذه راح نحتاج 3 كيلات تاع سميد، ديروا الكيلة اللي حبيتو وعلى حسب الكمية اللي راكو حابين تخرجوها. درت 2 كيلات اللولين سميد اللي يكون متوسط، ماشي خشين بزاف كيما تاع القلب اللوز وماشي رقيق بزاف كيما اللي نديرو به المعارك. كيلة الثالثة راح ندير نصها متوسط والنص الاخر نكملو بسميد الرطب، يعني سميد اللي نستعملوه في المعارك. وراح نزيد معاه الملح، وباش ما يجينيش زايد ولا يجيني ناقص فعلى كل كيلة راح ندير شوية. زيد شوية بيكربونات هي اللي راح تخلي المثقبة تاعكم تجي خفيفة بزاف. كمية تاع البيكربونات لهنا كنت درت 4 مغرف، يعني كمية بزاف صغيرة. كي مسحت المغرف راهي تبان معمرة. بعد باش نتحصل على اللون هذاك الدوغي شباب وكامل الحبات يخرجوا لي كيف مغرف صغيرة تاع العسل كيما تقدروا تبدلوها بالسكر. لهنا كنت ذوبت كيلة ناقصة اسبوعين سمن، وراح نكمل نعمرها بالزيت. وباش نكون صريحة معاكم، هذا السميد انا اول مرة نستعمله، موالفة دايما نستعمل ماما كي ندير له كيلة تاع ليدم هذاك هو في الحساب. هذا سميد ما شربليش مليح، يعني هذا الكيلة تاع ليدم جاتني شوية زيادة، يعني جا شوية مبسس بزاف. اذا كان نتوما ثاني سميد استعملته لاول مرة يعني ما تعرفوش كيف تشرب، ننصحكم تنقصوا شوية في الكيلة تاع ليدم، ما يتعبكمش وما يتكسر لكمش كي تكونوا طيبوا فيها. كملت شمخت كامل السميد مليح بليدام وغطيته وخليته يشرب شويه، وفي نفس الوقت رحت نوجد الغرس. على الغرس حبيت نشارككم هذا النوعيه اللي فغيمو عجبتني بزاف، وتقولي ما راهي لا بيبليسيتي لا والو، حبيت نشاركها معكم. بالك كاين ناس يخدموا لي كوموند كيما انا ما عارفين الغرس شحال يتعب باش نقيبه وشحال ياخذ منا الوقت. انا واحده من الناس شحال من خطره نرد لي كوموند تاع كاك النقاش، خاصه الكميات كبار، غير على جال الغرس اللي يتعب ويدي الوقت في التنقيه تاعو. كيما قلت لكم شوفوا شحال جات طريه وفي نفس الوقت راهي صافية، وزيد السعر تاعها كيما هي كيما انواع واحدة اخرى. للوصفة كنت زدت شوية قرفة وشوية سمن اللي كان طري، وعجنت الغرس غير شوية قيس ما ندخلو هذاك السمن والقرفة، باسكو كيما قلت لكم كم راهو ديجا طري ما يحتاج تفوروه ما يحتاج تعجنوه. حطيته تكوتي وعاودت رجعت للسميد اللي راح نطمو بالخليط تاع الماء والمازهر. ولهنا الكمية تاع الماء راح تكون على حسب نوعية تاع السميد، ازيدو بالعقل حتى تنطم لكم كامل العجينة، ولازم تكون طرية. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، ملازمش تكون يابسة. هذا هو القوام اللي راني نهدر عليه. قسمت العجينة على زوج، الطبقة التحتانية والطبقة الفوقانية، وراح نبدا نحل فيهم على ساشي هكا باش تجيني سهلة كي نرفد الحبات من بعد. هنا كملاحظة، اذا كنتو العجينة تاعكم ما طيبتوهاش ثم يعني خليتوها شوية من بعد رجعتوا ليها، شوفوها اذا كان السميد يشرب يعني العجينة يبست شوية، تقدروا تزيدوا لها شوية ما باش تعاود ترجع للقوام اللي وريته لكم. بعد ما حليت الطبقة التحتانية جبت الطبقة تاع التمر اللي كنت حليتها حتى هي على ساشي، حطيتها وراح نزيد نحط من الفوق الطبقة الثانية تاع السميد. وكما راكم تشوفوا لهنا تكسرت لي شوية نورمال ما راحش تخسر، نعاود نسقمها غير شوية بيدي ومن بعد نجيب الحلال لها شوية باش ما تجينيش خشينة بزاف. والسمك تاعها والحجم تاعها يبقى على حسب الاختيار تاعكم، كل واحد كيفاش يحب يديرها. بعد ما كملت حليتها نحيت لها الاطراف وراح نبدا نقسم فيها. قسمتها على زوج وراح نقسمها على 4 باش يجوني الحبات متساويين، ومن بعد كل صف نبدا نقسم فيه بالحبه على حسب الحجم اللي راني حاباته. ولهنا اذا حبيتو تيفيتي وتبقاو تخدموا في الاطراف تفرغوا فيهم وتعاودوا تخدموهم، قسموها مربعات باش ما تخرجش كامل لي شيت. كم حابة كيفاش راح يكون الشكل تاعها، ما جاتش طالعه بزاف وماشي هابطه بزاف، وطيبتهم من تحت ومن بعد قلبتهم على الجهه الثانيه، وانصحكم ما تقلبوهمش حتى تنشف كامل الطبقه التحتانيه باش ما يتكسروا لكم. هذو هما بعد ما طيبتهم الشكل تاعهم ما تخسرش، ما درنا البيكربونات يعني طاتهم غير خفه ما خمرتهمش، لا كولور جات كامل كيف. ننصحكم تجربوها. وقبل ما تروحوا نفكركم اذا ما كوش مشتركين تركوا في القناه، خلوا لي جيم وكومونتير، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.